رحل عنا اليوم الجمعة الموافق 4 من شهر أبريل رمز من رموز الرياضة بصعيد مصر، نجم نادى المنيا السابق وابن سوهاج البر، ابن مركز طهطا، الكابتن مصطفى عبد المحسن. لعب الراحل لفريق المنيا لسنوات عديدة وهي فترة الثمانينات، وهذه الفترة تحديدا كانت إزهى مراحل شهدها أبناء المنيا في مجال كرة القدم. وقد كان نادى المنيا في تلك الفترة يعتمد على الكابتن مصطفى عبد المحسن كظهير اعتمادا كليا، وخاصة أن النادي شهد بلوى لعب أمام نجوم وأساطير كرة القدم المصرية أمثال محمود الخطيب وشحاتة وفتحي مبروك وحسام البدر وفاروق جعفر وأيمن يونس وغيرهم من لاعبي هذا الجيل. وقد اعتزل كرة القدم كلاعب وعاد إلى مسقط رأسه مدينة طهطا بمحافظة سوهاج ليعمل بعد ذلك في مجال التدريب ويقود نادى طهطا الرياضي إلى انتصارات عديدة وسط حب وإخلاص من كل أبناء نادى طهطا الأوفياء، والذين تأثروا كثيرا اليوم برحيل الأخ والصديق والقائد مصطفى عبد المحسن. مجدي، يحيى دياب، افضل لعيب في الملعب يحيى ومصطفى عبد المحسن، مجدي عبد الغني. كابتن مصطفى عبد المحسن المدير الفني لنادي الاحمر، برحب حضرتك معانا يا كابتن. مبروك على ماتش النهارده، وراي حضرتك في اللقاء. والله هم يعني كانوا موفقين علينا، واحنا لاعبتنا يعني اتأثرت بفوز لوكسور شوية، زادت في الفرحة شوية، لكن الحمد لله يعني ربنا سترها وجبنا هدف وضيعنا أهداف تاني، والحمد لله توفقوا يعني، والمهم ال3 بونت. كابتن حضرتك طبعا اخر 3 مباريات 9 بونت 7 بونت لفريق الاحمر. الحمد لله. مباراة سوهاج القادمة بتمثل ايه لحضرتك؟ تبشر كل خير إن شاء الله. ده يعني سوهاج دي بلدنا ومفيش فرق بيننا وبينها، احنا نكسب وهم يكسبوا، ده النتيجة واحد يعني، مفيش أي فرق بيننا ما بينهم الحمد لله. في استعداد معين للماتش يا كابتن؟ لا، زي اي مباراة عادية يعني، ما فيش اي مشاكل بالنسبة لنا يعني، مش استعداد خاص يعني. احنا اهم حاجة ان احنا بندور دلوقتي ان احنا الحمد لله يعني بنسبة هربنا من القاع بنسبة 90%. الامان يعني منطقة الامان. في الامان الحمد لله. فماتش الصاج زي اي مباراة عادية، ننزل المباراة والتوفيق على الله. بارك حضرتك يا كابتن، بالتوفيق. الله يبارك فيك يا فندم. وداعا ابن الصعيد، وداعا ابن طهطا، وداعا للخلوق مصطفى عبد المحسن.